بسم الله الرحمن الرحيم. رسالتي المرة دي إلى جيش مصر. بقول له ربنا يوفقك، ولكن لازم تحط في الحسبان حاجة مهمة جدا جدا، إن في حالة حدوث الحرب، وده شيء يعني مؤكد بنسبة 90%، أننا لا نخاف من الحرب. ده أولا. ثانيا، وضع في الحسبان إن إيران ممكن تضرب إسرائيل بأي صواريخ كيميائية أو نووية أو إشعاع نووي أو بيولوجية. فرجاء الحذر، إن إحنا الجيش المصري يكون أخد باله، عامل حسابه عشان يحمي أرضنا في حالة خراب أو دمار إسرائيل إن شاء الله، أو الكيان الصهيوني يكون اتدمر بالكامل. ولكن لازم نكون عاملين حسابنا على كده، بحيث إنه يعرف إزاي يحمي أرضنا إن شاء الله تعالى. يعني يكون عامل في حسابه حاجة زي كده. انا ما افهمش الحروب ديت بتبقى عامله ازاي، ولا افهم إيه اللي المفروض يحصل، ولا يعملوا ايه، ولكن اثق في الجيش المصري، جيشنا العظيم ان شاء الله، اللي حتى اللحظه ديت انا مش عارف اكرهه بصراحه، لان انا باللي بشوفه في مصر هنا واللي بيحصل معايا بيخليني اكره كل شيء. لكن بالفعل انا لا عارف اكره مصر ولا عارف اكره الجيش المصري بامانه يعني. ورغم ان جوايا انتقام كبير لناس كتيره في مصر، الا اني مش قادر انتقم ومش عارف انتقم من حد، لانهم في الاول وفي الاخر مصريين، ولكن لكل شيء له حدود. المهم ان رسالتي المره دي الى جيش مصر، يا ريت تكون عامل حسابك في حاله اندلاع الحرب ديت. اكيد هتبقى حرب كبيره، وبالتالي لن تجد ايران بدا من استخدام الحروب النوويه او اي حاجه مشعه او كيميائيه ايا كانت في ضرب هذا الكيان الصهيوني اللي مسبب خراب في العالم كله، مش في مصر بس. فيا ريت يكون عامل حسابه. انا ما بقولش يقف ضد ايران، يا ريت الجيش المصري ما يعملهاش، ما يقفش ضد ايران ابدا، فيها دولة مسلمة، بل حماية الاراضي المصرية، ويا ريت كمان حماية اخواتنا في غزة بكل السبل وبكل الطرق. عمل حسبان لكده. اخيرا بقول لابراهيم عيسى، بحذرك، اعتذر حالا وما تتدخلش في الدين الاسلامي تاني، وما تحاولش تشوهه تاني، لانك مش هتعرف ومش هتقدر. ولكن احنا مش هنسكت. يا ريت العالم كله يقف بقى وقفه، عشان وقفه يحمي دينه. ربنا غني عنا وعن العالمين كلهم، ولكن ويكون سبب عسى ربنا سبحانه وتعالى يرجع عزتنا تاني او مرة تانية. الحرب على الاسلام كان سببها كان الصهيوني، كل الدول المتحالفة معاه. الحاجة الوحيدة اللي هتجنني لغاية الان هي الصين. ليه الروهينجا اللي في الصين او اسمهم ايه انا لا ادري، ولغاية اللحظة دي انا مش عارف هو ايه اللي حصل فيهم او عملوا ايه. فانا بقول للرئيس الصيني، لو عايز تسأل عن المسلمين اسأل الرئيس بوتين، وهو هيقول لك مين هم المسلمين. اكتر واحد يعرف مين هم المسلمين عن جد، مش خونة، من احسن الناس في العالم كله. مش عايز اقول هم الاحسن عشان ما احطش اصحاب الديانات الاخرى في اي احراج، ولكن من اشرف الناس في العالم هم المسلمون. انا بتكلم عن المسلمون الذين يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وليس الذين يقولونها هباء او خيانة. تمام. واحنا ما فيش قدامنا غير ان احنا اللي بنشوفه بعينينا، اما ما في القلب ما بيظهرش غير بالتعامل بالفلوس، بالدرهم، عشان يظهر او في اي شيء معين. فابراهيم عيسى دوت فظهر، هو خلاص هو مش مسلم، واضح ان هو مش مسلم، يعني لا ينتمي للاسلام خالص، لان الاسلام يجب ان تستسلم. تمام. يعني لو واحد بيعبد، استغفر الله العظيم، صنم، وفي قواعد او حاجه للعباده دي، فهو معناه ان هو ان يستسلم لهذا الديان او هذا الصنم بشكل كامل. وده معناه ان هو ان يكون مسلما، يعني يمين شمال ايا كان الدين
اللي هتمشي على قواعده يجب ان تكون مسلم ليه. يعني برضه هتبقى اسمك مسلم، لان انت لازم تستسلم لهذه القواعد. فإن الدين عند الله الإسلام لا مفر منها، يمين شمال، في أي حد في العالم لازم يبقى اسمه مسلم من الآخر يعني، لأن الدين عند الله الإسلام فعلا. وبحذرك يا إبراهيم عيسى بلاش يعني تتكبر في الموضوع ده كده، لأن أنت الموضوع في حالة خطر. وبلاش تستغلنا إن احنا نبقى عنيفين معاك ومع أي أمثالك بجد. إذا كنت أنا واحد من الناس ساكت، فأنا ساكت عشان مصر وعشان أمن مصر، فمش هقعد أتكلم ولا أعمل أي حاجة أصلا. وده تحذير، تحذير بجد يعني. أما عن اللعبة الأمريكية واللي بيعمله ترامب لغاية الآن، الأساليب واللي هم ماشيين فيها واضحة جدا 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 إن هم بيحطوا العالم كله في حالة نفسية بإن في حرب جامدة جدا هتحصل، ومحاولة تخويف رهيبة. إنما في الحقيقة هي أصلا محاولة خوف، عسى إن ممكن يتراجع إيران أو حاجة بدون حرب. ولذلك الناس اللي بيروحوا من إسرائيل، نتنياهو اللي بيهرب على إسرائيل وبيصدر الكيان الصهيوني كله، قصدي اللي بيهرب على أمريكا، رؤساء الدول أو كبار الزعماء في أمريكا اللي بيهربوا يقعدوا مع العسكريين، كل ده لنشر الخوف الشديد. بيحاولوا ان هم ينشروا الخوف الشديد، خوف رهيب ان في حرب هتحصل وان هم بيتهموا في الناس دي. كلها حرب نفسية لا مفر منها. ولكن حتى لو قامت الحرب فنحن لها، وهو قضاء ربنا سبحانه وتعالى هيكون لا مفر منه، لا مفر منه. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.